خبت مريم الطفل في الدولاب من فوق علشان تضر فخرية. وقعدت فخرية تدعي عليها كتير وتقول لها أنا هوريكي ومش هقول للمديرة دلوقتي وهتشوفي أنا هعملك إيه. وهم راجعين كان السواق حزين جدا، فرحت له فخرية وقالت له فيه إيه، فقال لها المستشفى بتقول إن ابني مش ابني. فقالت له إزاي مش فاهمة. فقال لها الولد كان تعبان ورحنا بين مستشفى لقينا فيه مرض وراثي، لا أنا عندي ولا عنده أمه، فعرفنا إن مش ابننا. ورحت عملت محضر في الشرطة. فقالت له ما تخافش إن شاء الله هم هيتصرفوا. لكن فخرية كانت متوترة وخايفة جدا، وراحت البيت وطلبت من بنتها تعلمها ازاي تدخل على النت. على فكرة المسلسل في الزمن الماضي مش دلوقتي، لأن بنتها كانت بتعلمها ازاي تدخل على النت وتعرف أي معلومة هي عايزاها. وبدأت فخرية تبحث عن معلومات عن الدي ان ايه. واخدوا الشرطة السواق مع ابنه وعملوا ليهم تحليل، وقال له الضابط محمد ان شاء الله يطلع ابنك وترتاح. فقال له السواق هو لو ما طلعش ابني واهله اخدوه اقدر اشوفه واطمن عليه؟ انا اللي ربيته، ده ابني انا. فقال له ضابط محمد الله كريم. وكانت فخرية راكبة العربية مع اخوها وزوجته خديجة، وقالت له ايه رأيك تشتغل عندنا سواق في المستشفى، لان السواق عندنا عنده مشاكل كتير قوي وهياخد اجازة. فقال لها يا ريت انا محتاجة الشغل ده جدا. ودخلت محفوظة تنظف غرفة المديرة وكانت بتنظف جوه الدولاب، فلقت اسم فخرية اللي بتعلقه مرمي جوه وكمان اثر جزمتها، فمسحتها محفوظة. وراحت فخرية لمريم تقول لها ازاي تعملي كده، الطفل ذنبه ايه تحطيه في الدولاب؟ شوفي يا مريم لازم المشاكل اللي بينا تخلص خالص. فلا بعد ايه، بعد ما كنت ممرضة وبقيت دلوقتي مرمية في الاستقبال بسببك؟ والله يا فخرية لو وقعت في مصيبة مش هتعرفي تخرجي منها ابدا. فضحكت فخرية وطلعت مسجل من شنطتها، اتاريها كانت بتسجل لها كل حاجة. فحاولت مريم تاخده منها، فسحبته فخرية بسرعة وقالت لها عشان تعرفي انا مين. وبنعرف ان قضية الزوج وزوجته قبضوا على راجل مسن وقالوا ان هو اللي عملها، وكان ضابط محمد بيدافع عنه وبيقول لمديره مش هو ده راجل مسن بريء حرام. فقال لمديره خلاص احنا قفلنا ملف القضية، مش معقولة نرجع نفتحه تاني. فرجع بيته، فبنتفاجئ ان محمد يبقى زوج فخرية وكان جايب ليها ورد هدية. فاتخضت لانها كانت بتبحث عن موضوع دي ان ايه، فاداها الورد ولا انت قاعدة على الكمبيوتر بتبحثي عن ايه؟ فراحت رمت الورد على الارض وراحت بسرعة قفلت الكمبيوتر من غير ما ياخد باله. وقالت له معلش الورد وقع مني غصب عني. فقال لها ولا يهمك اجيبلك تاني. راحت مريم بالليل بيت فخرية وقالت لها هات الشريط. فقالت فخرية روحي وبكرة نتفاهم. فقالت مش همشي من غير ما تديني الشريط. فقالت فخرية انت تعرفي جوزي مين؟ لو نزل دلوقتي وعرف بحكاية الشريط ده هيكون مصيرك ايه؟ روحي دلوقتي وبكرة نتكلم. وتعين زوج خديجة مكان السواق لغاية ما يرجع، وقالت له اختك فخرية غريبة قوي اليومين دول وراها حاجة. فقال لها لازم نعرف فيها ايه ونستغل ده لمصلحتنا احنا. وراحت مريم لفخرية تقول لها فين الشريط. فقالت لها فخرية انا هخلي الشريط ده عندي علشان اضمن انك مش هتعملي ليا حاجة تضرني. وطلبت الشرطة الشخص وزوجته وابنهم كانوا في نفس الوقت مع السواق وزوجته في المستشفى، والاتنين اتولدوا في نفس الوقت. وكانت الشرطة شاكة ان ولدهم يبقى ابن السواق. وراحت محفوظة الفخرية وقالت لها مش ده الشعار اللي عليه اسمك؟ لقيته في دولاب المديرة ولقيت كمان اثر رجلك، دي لو المديرة عرفت انكم بتدخلوا مكتبها مش هترحمكم ابدا. فتوترت فخرية وقالت لها انا كنت باخد اسدال الصلاة علشان اصلي، ممكن يكون وقع مني جوه الدولاب وانا مش واخده بالي. لكن خديجة عرفت انها بتكذب وراحت قالت لجوزها على اللي حصل. فقال لها احنا لازم نعرف هي مخبيه ايه، انت تروحي الفخرية وتقولي لها احنا لازم نشتكي على محفوظة، مش كفاية الواحد نفسيته تعبانة ومفلس وتيجي دي تتبلى علينا كمان. فقالت خديجة ماشي انا هروح اعمل كده. وقابلت فخرية وقالت لها لازم نشتكي عليها. ففهمت فخرية هي عايزة ايه، فادتلها الفلوس عشان تسكت خالص. وراحت وقالت لجوزها فقال لها فين الفلوس. فقالت خديجة لا انا اللي هشيلهم معايا. فقال لها لازم تعرفي هي خايفة من ايه، انت تعرفي جوزها معاه فلوس قد ايه وغني كمان،
فقالت له: ما انا عارفه، وكل شويه يجيب لها هديه. انا عايزه اعرف بس هي ليه بتشتغل. فقال لها: اختي من هي وصغيره عايزه تبقى سيستر، وحققت حلمها. وراح السواق يمد اجازته اسبوع، فقالت له المديره: لا مش هينفع خالص. وجا تليفون لفخرية من مدرسة بنتها بيقولوا لها انها تعبانة، فراحت بيها المستشفى، وكانت قاعدة مستنية الدكتور. فبتبص كده لقت جوزها محمد من بعيد في المستشفى، ودخل عند الدكتور التحاليل والدي ان ايه. فقال له الدكتور: الولدين طلعوا مش عيالهم كلهم، ولسه باقي النتائج للي اتولدوا في نفس الوقت في نفس المستشفى. وكانت فخرية بتسمع كل الكلام ده من بره. فجاء جوزها يخرج، فراحت استخبت منه وراحت لبنتها. فشافها جوزها محمد، فقالت له: انا شغاله ارن عليك علشان سما تعبانه. فقال لبنته: انتي بخير دلوقتي؟ فقالت له: ايوه. وتوترت فخريه جدا. وكانت خديجه بتشوف الاساور وبتكتب اسمها على اسوره منهم. كان نفسها في طفل لانها مش بتخلف. وراح السواق للمديره وقال لها: ده مفتاح العربيه، خلاص انا لقيت شغل تاني بعيد عنكم ومش عايز اشوف وشكم تاني هنا. فزعقت فيه وقالت له: اياك الاقيك هنا في المستشفى تاني. وجمع الضابط محمد الناس اللي اتعمل لهم تحاليل وقال لهم: للاسف عيالكم مش عيالكم، التحاليل اثبتت كده. فقالوا له: ازاي يحصل كده؟ فين عيالنا؟ وانتوا ازاي هتاخدوا عيالنا منا احنا اللي ربيناهم؟ فقال الضابط: للاسف لازم الاطفال تدخل دار رعايه لغايه ما نعرف مين اهاليهم، الموضوع كبير جدا. وراحت خديجه مع جوزها تشتري ملابس اطفال. فقال لها: انتي كل شويه تيجي هنا وتصرفي فلوسنا واحنا مش عندنا اطفال اصلا. فقالت له: ان شاء الله هيبقى عندنا. واخد الضابط ساعد الاطفال من اهاليهم، وكانوا بيبكوا عليهم علشان لازم في القانون انهم يروحوا دار رعاية لغاية ما يعرفوا مين اهاليهم. واتصلت فخرية بجوزها، كانت عايزة تعرف معلومات عن قضية الطفلين، كانت خايفة جدا. وجاء طفل عند مريم بيطلب منها انه ياخد شوكولاتة. فقالت له: اتفضل يا حبيبي، فين مامتك؟ فجت مامته، فكانت مريم عارفاه وقالت لها: سمية، معقولة ده ابنك؟ ما شاء الله، ده اشقر وعيونه ملونين، لمين طالع؟ فقالت لها: على ابوه واعمامه. فقالت لها: الله يحميه يا رب وتفرحي فيه. انت عندك ميعاد هنا؟ فقالت سمية: عندي ميعاد مع الدكتورة نورية. فقالت لها: طب اديني بطاقتك علشان اسجلك اسمك. فاخدت منها بطاقتها، وكانت بتبص للطفل وشاكه في حاجة. راح يوسف السواق لفخرية وقال لها: انا عرفت ان جوزك هو اللي ماسك القضية، ارجوكي قوليله يسيب لي ابني. فقالت له: الصراحة انا مش بتدخل في شغل جوزي ابدا. فقال لها: ابوس ايدك سيستر فخرية، كلميه يمكن يسمعلك، دول اخدوا مني ابني وبيتهموني اني خاطفه. فقالت له: انا مش بتدخل في شغل جوزي، انا اسفة. فقال لها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومشي وسابها. انتظروني الحلقة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو واشتراك في القناة.